عندي بنتي عمرها الحين 23 سنة. نعم. من يوم عمرها 8 سنوات صار عندها السكر وراثي. نعم. بعدين قبل لا تبلغ بشوي كانت الشكوى كلها راسي راسي، ما في كنترول حق السكر. أخير شيء أنا من مليت من الشكوى والمستشفى مو عارفين، الدكاترة مو عارفين لها. قلت لها خل أسوي لك أشعة على الرأس. حلو. سويت لها أشعة، طلع عندها ورم صغير يعني كبر حبة العدس نقول، لا حول ورا ولا الغدة النخامية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أوكي. إيه. من اكتشفت هذا الشيء طبعا قالوا للدكاترة إحنا نظل كل سنة نشيك، أهم شيء إنها ما تنزف، أهم شيء إنها ما تتحرك من مكانها. إيه. قلنا أوكي. كانوا يعطونها علاج اللي هو مثل الوقاية نقول يعني حق هالورم هذا مرة واحدة بالأسبوع. العلاج مرة واحدة بالأسبوع، إبرة ولا دواء ولا لا شو؟ لا حبوب. حبوب. انزين. زين. البنت يعني كل ما يالها حزة البرد هذه تتعب من راسها، كل ما تأثرت يبغى واحد شنو؟ كل ما مثلا صار الجو بارد إيه. تتعب من راسها. إيه. بعدين راحت تدرس بالأردن، زين. وهناك في مستشفى بعيد عنكم مركز الحسين للسرطان قعدت تراجع ويا الدكاترة، كانت 0.2. هذا الحكي من سنة. الحين صارت 2.5. إيه. طبعا تأثر عندها شوي العصب مال العين، وقالوا لها ان مع التحاليل والفحوصات اللي سويناها بين انه افرزت مادة سامة، بس هالمادة هذه ما راحت صوب المخ لحد الحين بالسيطرة. زين. صار لنا 8 أسابيع ناخذ حبتين، الحبتين فيهم نسبة كيماوي. طيب. البنت طبعا أول شيء أنا يوم إن صار فيها هذا الشيء إن وحدة تلت شعرها وسألتني خالتي هذا شعر بنتك ولا باروكة؟ هذا قبل لا يصير فيها. قبل لا يصير فيها، قبل الشكوى بالضبط، داير السنة نفس الوقت نفس التاريخ اللي سألتني فيه المرة. نعم. طلعت هذه الشكوى. إيه. انزين الحين يوم تلت الشعر والله وسألتك تلت شنو شعرها. قلت لها؟ شنو اللي صار؟ أنا قلت لها هي بعرس، قلت لها لا والله شعرها، أنا على نيتي. إيه. انزين. إيه. المهم البنت لحظة يعني لحظة، أنا أبي أتناقش وياك لأني أبي أفتش، اي تفضل. أبي أصيد السبب عدل. اي نعم. عشان تكلمت هذا كلام محسوب علي عند الله، اي نعم. لازم أتكلم أنا بجدية، ما عندي هزل اي ويا كل الناس. أكمشت شعرها، مسحت على شعرها وتلت لها شم شعرها وقالت لك هذه شعرها ولا بنت مو شعرها ولا باروكة أو باروكة. تفصيل؟ اي رديتي أنت قلت لها شعرها. بسم اي الله. نعم. زين. المرة هذه اي بالعرس هذا اي حرام ها؟ اي المرة هذه صديقتك أو تدعي إنها صديقتك أو مجرد معرفة أو مجرد لقاء بالعرس وصار هذا داير مجرد لقاء بالعرس. إيه. اي إنزين. كان بنتك كم عمرها حين ذاك بالوقت نفسه؟ يعني نقول 16 17 كذي اتصور. بنتك الله يستر عليها، أبى أسألك سؤال، شاهد من أهله بس أنت تقول الصدق. اي نعم. بنتك جميلة، قوامها حلو. البنت حلوة والبنت شاطرة، المدرسات فزوا قبل فيها. المدرسات اي هيئتها بوهتها بالعرس اي كانت اي جميلة متميزة اي في نعم. لبسه، في لبس اي الذهب بين اي نعم. البنات متميزة اي ملفتة نعم. للنظر. صحيح. اي اي زين. زين. المرأة تعرفك من أول؟ لا يعني معرفة سطحية من بعيد لبعيد. شنو جنسيتها لو سمحتي؟ المرأة جنسيتها عراقية. زين. وعايشة بالكويت؟ لا لا بالعراق. وش كنا جاب حاضر. الكويت؟ شلون؟
شلون جيت العرس لا احنا كنا رايحين هناك. اي نعم. انتم كنتوا رايحين العراق وصار عرس حفله اي وحضرتوها. اي. انزين. وحضرت هذه المره وبعدها شكت البنت وكملي سالفتك مثل ما تبين. حاليا البنت قاعد تاخذ الحبتين هذيله ايه. وخلصنا منهم قبل اسبوع. نعم. وموعدنا الدكتور ل شهر 12 نعم. انه يسوي لها رنين. قبل نعم. كم يوم البنت قاعد يكت شعرها بشكل مو عادي. يطيح. اي ممكن من الحبوب انا اقول. ايه يصير. انزين. يصير من اللحم. نعم الكيماوي اي مرات يتصاغ الشعر كله. اي. فقالت لي انا قصي لي اياه يعني انه مو منظر هذا. فقلت لها خلاص امشي نقص انا وياك يعني ابي اشجعها امشي نروح انا وياك. انزين. زين. فاخذتها وقصيت لها. البنت تشوفها ساعة ليه صحت. نعم. اخذ بنت السلام عليكم. انا محدثكم الراقي الشرعي بالقرآن والسنة الكويتي السني جمال الشومر أبو سليمان، اللي عنده تلبس أو مس أو عين أو حسد أو مرض عضال لا قدر الله ويبي الشفاء من عند الله، أنا إن شاء الله أشخص حالته وأدليه. تلفوني مع المفتاح الدولي 00 965 55 75 3700. وحياكم والله محييكم. مع السلامة في أمان الله وحفظه.